داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وما يحلاش الأكل غير بطبق الترشي. طب تعالى أقولك بقى سر مية الترشي. طب كنت تعرفي كمان إن في بهارات الترشي؟ النهاردة بقى أنا جايلك في الفيديو ده بسر من أسرار الترشجية. هقولك على بهارات الترشي ومية الترشي اللي بتشميها من آخر الدنيا. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد. هنحضر طبق او بوله، اهم حاجه تكون ناشفه. هنحط فيها معلقتين من العصفر او الكركم، وهنحط 3 ورقات لورا او ورق الغار، و5 حبايات من حب الهيل او الحبهان، وهنحط معلقه صغيره من الكركم ومعلقه كمون، نص معلقه من ال7 بهارات، ومعلقتين من الكزبره الناشفه الحب او المطحونه، رشه فلفل ابيض او رشه فلفل اسود اللي موجود عندكم. وهناخد الكلام ده كده في طاسه وهنحمصه تحميصه خفيفه جدا جدا على النار. نهدي النار جدا، وبصوا زي ما انتم شايفين انا رافعه الطاسه كده من على النار، مش حطاها مباشره علشان ما تتحرقش مني. انا بس عايزه اطلع منها الرطوبه كده وتتحمص تحميصه خفيفه، بس من غير ما تاخد لون ولا اي حاجه خالص، علشان تبقى ناعمه معايا لما اطحنها في المطحنه. هسيبها بس لحد ما تبرد، وبعد كده هاخدها كده في المطحنه بتاعه التوابل وهطحنها كويس جدا جدا لحد ما تنعم وتبقى زي البودره بالظبط. هطحنها بقى وارجع لكم تاني. وده بيكون شكلها يا بنات، مش عايزه اقول لكم بقى على ريحتها عامله ازاي. هنضيف معلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه كبيره من حبه البركه، وهنقلبهم كويس جدا جدا. وهنحط معاهم يعني ممكن معلقه ملح علشان الحفظ، لو انتوا هتطولوا يعني لو هيقعد عندكم فتره طويله. يعني انا ما حطيتش ملح علشان انا هستخدمه، احنا كده كده داخلين على رمضان وهنعمل مخللات، فهستخدمه على طول، يعني مش هيقعد فتره طويله عندي. تمام، ريحته بجد تجنن. تعالوا بقى نعمل مية الترشي اللي بتجننا بقى في رمضان، بنشربها كده بالمعلقة. بصوا بقى، انا هجيب مية هغليها وهبردها. انا معايا لتر كده مية في الشفشق الخلاط. هضيف 3 معالق كبار من الملح، ضفت كمان قرنين فلفل حامي وقرنين فلفل بارد سلقاهم سلقة واحدة، وهضيف كمان معلقة مليانة من السكر. حطيت 3 فصوص توم ونص كوباية من الخل، وحطيت كمان عصير ليمونة بقشرها كده، وحتة بنجراية، وهحط معلقة هرمية من بهارات الترشي اللي احنا عاملينها، وهاخد الكلام ده اضربه كويس جدا جدا. اقسم بالله الريحة تجنن زي ريحة الترشي بالظبط. تمام كده. طيب بقيت حلة المية هضيف فيها شوية من ملح الليمون وسنة من اللون بتاع غروب الشمس. بتقولي للعطار عايزة لون غروب الشمس اللي هو بتاع المخلل، وهنضيف عليه الخلطة اللي احنا عملناها وهنقلب كله مع بعضه. المية اللي كانت في الحلة كانت لتر مية، حطيت عليها معلقتين من الملح، يبقى احنا كده حطينا 5 معالق ملح للترين المية عشان يبقى مظبوط معانا الملح. تمام كده. وبكده نكون عملنا مية الترشي او وسك الصالحين زي ما بتسموه بقى. بجد جربوه، وانا واثقه ان هو هيعجبكم جدا جدا. وان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي هنعمل كل انواع المخللات بكل اسرارها. هتعملوه قبل رمضان على طول، وهتحفظوه عندكم في التلاجة، هيقعد عندكم طول شهر رمضان ويمكن اكتر كمان.